يا رجاله عاملين ايه؟ كله قلصته. النهارده في كورس تاني عشان معايا ضيف مميز، الفنان احسن واحد بيلعب طاوله في مصر، فخر نقابه المهندسين، اكتر واحد بيشرب شاي. مش فاهمك بس يا عم احمد. دوما احسن واحد بيلعب دوما. اتفضل يا عم احمد. حبيبي اتفضل. ايه الفنان؟ تعالى يا عم احمد. اخبارك ايه؟ اتفضل يا عم احمد. عامل ايه يا يا عم عم؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. ايه السياحه الحلوه طب دي؟ فين الشاي؟ هنخلص ونشرب شاي عشان تمام والله يا فنان. استاذ عمر جميل يعني. خليك يا عم. انت حد جميل بجد. ربنا أنا يخليك. عارفك. بس الحلاقه بتاعت الشعر دي اسمها القزع دي، انا ما يعني انا مش حاببها يعني. يا ريت لا لا يا عمر، انت كده شكلك شبه العيال الخنفس كده خنفس. يعني. عم احمد يعني خنفس دي جمال عبد الناصر كرنج يقولها. فعلا، من ايام جمال عبد الناصر الله يرحمه. ما كانش في خنافس على ايام لا المجد. كان مناعهم خير ان شاء الله. طبعا عم احمد بعيد عن الشعر يعني والحاجات دي، ايه رايك في السوشيال ميديا الايام دي والشباب اللي بتعمل محتوى على النت؟ والله هو الجمهور عاجبه كده عموما يعني، بس لا مفيش حد عاجبه. لا هو كله بيدور على المشاهدات عشان الدولار دلوقتي الايام دي، اعتقد يعني بداوا يقبضوا على الناس يعني. مباحث النت بدات. بيقولوا على الفاره. مش متابع قوي حتى تطبيق التيك توك ده، انا ما لا ما بنلاقيش فيه. لا ما وانا على فكره مش حابه يعني. طب عايزين نتفرج على شويه فيديوهات يا عم احمد لناس بيقدموا محتوى. ولا لينا زي ولا لينا زي ولا لينا زي ولا لينا ولا زي. ده صامت. ده صامت على المحل دوله. محتوى صامت يعني. هي لا بس كياتها يعني. ولا لينا زي ولا لينا زي بنت مين دي بقى؟ لا ما اعرفش. لا انا اعرفها هي بس. لا بجد من المحل بجد يعني. والله اتقدمنا كده ها؟ حاجه عرفنا عنوان بنت مين دي لما نروح بقى. هو انا لو رحت اتقدم مع محمد تيجي معاك مشكله زي ده ولا هتقول؟ يعني هي موافقه؟ ما اعرفش راح اشوف. طب اتواصل معها، ما انت معاك لا انا اخش البيت من بابه، انا اخش اكلم بنت عم. صح، عندك حق. تمام. جاي منك مشوار زي ده جاي يا حبيبي ولا يعني تيجي معايا المحله. اجي معاك المحل، بس ده حلال يعني. انا فاهم ده تيجي في مشوار حلال، فاهم قصدك. هي برضه هي نفسها. هي ما بتتكلمش ها؟ لا هي بتعمل كده كده بس. ما بتتكلمش. دي احلى حاجه، انا هتجوزها عشان ما بتتكلمش. انا ما بتتكلمش اتجوزها. هي خرصه يعني. لا مش خرصه بتتكلم، بس هي في فيديو هي بتتكلم. هجيب لك فيديو بتتكلم دلوقتي دي الشباب هي وصاحبتها. مريم بقى لها نص ساعه بتحايل عليا نعمل فيديو كوميدي، عماله بقنعها ان احنا دمنا تقيل. لا والله العظيم. والله العظيم اعرفك. انت بتضحكيني عشان انت صاحبتي، فانا هضحك لك على الاخر هطبل لك. ده صوتها يا بتتكلم مريم انت؟ احنا يا ريتها ما اتكلمت يعني. تعالى. الفيديوهات التانية اجمل. ساكته كان احلى. ايوه فاهم قصدك، بس انت كانش جايه بتتكلم كل فتره يعني. اسمها مريم. انت عرفت منين؟ هي زميلتها قالت لها. ماشي. الاسم جميل عموما يعني، وهي مريم. ما تمام. تقولش اسمها بس كتير عشان بتضايق. ايه؟ ما تقولش اسمها كتير عشان بتضايق بس. بجد بغير يعني. مني؟ اه مني عمر؟ لا يا عمر ما ينفعش، انا صاحب بابا. انا مش هقول اسمها. بقول لك صاحب بابين كداب. طب يا جماعه طب هقول لكم بجد هي كانت بتقول ايه دلوقتي؟ احنا بنتكلم. مش هقول لك انت لو هي. تمام حاضر. بصي يا جماعه هي كانت بتقول قلت لها انا عايزه ارتبط فنجيب رجاله منين؟ اصلا ده اللي ينفع يتقال. عايز تشتري لا مفيش رجاله. ولا لا اله الا الله، مفيش رجاله. بتقول اجيب الرجاله منين؟ لا هي مش مشكلتها ان مفيش رجاله، هي مش عارفه نجيب الرجاله منين. بس في المطلق الرجاله دي مش صفه، الرجاله ده نوع. او خلصوا الفتره دي خلصوا في المحله. لا في المحله كلها رجاله طبعا. اعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. انت مش عايزه هيلينج، انت عايزه ربنا يعني. وعامل نفسه بنت. مين هو ده؟ لا ده هو راجل عادي، ده هو دي طريقته. يعني لا عشان ما فيش حد يقدر وعلى النجاسه دي كلها ربنا. هيلينج مش معاك. يعني بص هو لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال إيه؟ والمتشبهين من الرجال بالنساء. لعن الله المتشبهات بالرجال مشابهين بالنساء والمتشبهين بالنساء. بس ده عادي، هو مش دلوقتي بيتكلم عادي. مش سيبك من الكلام. طب خلاص هجيب لك فيديو تاني يكون ارجل شويه. ده ارجل. السلام عليكم. معلش عندك يا دكتور انشينان ولا بسكوان ولا حاجه؟ عندي بخصه جامده قوي مفتوحه يا دكتور. معقوله؟ والله ولا عكيته. ده يعني هو عايز يتلعن بقى. عايز تلاقي ايه؟ لا المفروض يراجع المحتوى بتاعه حتى يسأل يعني يسأل. محتاج اراجع حاجات كتير. هاي انا باربي مصر. الناس بتسميني كده بسبب عشقي للون الوردي او يمكن بسبب صوتي الكرتوني. بحب ادخل اللون الوردي في كل حاجة في حياتي. لدرجة اني ممكن اعمل فطار لونه بينك، قهوة لونها بينك،
يعني ده عربيه هاي فعلا أنا ولا لا؟ باربي مصر. برافو اهي. بجد. ودي جابها اشتريتها ازاي يعني لا اشتريتها يعني الفلوس بتاعتها الميني سو من اليوتيوب يوتيوب. لا ما دي مش يوتيوب، دي تيك المشاهدات توك. ولا والله اللايفات بس بياخدوا هدايا. يعني دي جايه لها هدايا؟ ما اعرفش، ممكن تبقى جايبها متجوزه واحد غني ولا هي معاها فلوس يعني. ما اعتقدش يعني. هو انت المشكله في العربيه البنك ولا في العربيه نفسها؟ يعني المشكله في اللون اللي مش منطقي ولا العربيه؟ لا ما اعرفش بس. طب ايه رايك في لايفات التيك توك اللي الناس بيجيب منها فلوس؟ والله يعني المفروض المحتوى ده يتراجع عموما يعني. هو التيك توك ده عم احمد، الناس لما في الاخر بيفشلوا في حياتهم وملوش حاجه يعملوها يروحوا عاملين لايفات تيك توك يقعدوا ايه يشحتوا ويلموا فلوس. بالجزمة على وشك بالشبشب. بص القناه مع بعض. انت تعرفين اتكلم ازاي؟ ايه؟ انت تعرفين اتكلم ازاي ولا ايه؟ انت بتحكي مثل زي جدك دعم وقت ما كان حيوانة ولا ايه؟ كيف عم تحكي معي هيك؟ احكي معك ده انا اضربك بالجزمة على وشك بالشبشب كده على وشك. دي خليجيه؟ دي خليجيه وهو مصري. والله ما محبه الا بعد عداوه. يعني ممكن تبقى قدامي يبقوا حاجه يعني. ممكن يعني. يعني مش حاسس ان المشكله دي ممكن تقطع العلاقه. حاسس انها ممكن قدامي يبقوا اصدقاء. ما اعتقدش. ممكن حتى يودي يسافر لها. فاهم. او ممكن هي تجيله برضه. ايه الاحسن، يسافر لها ولا هي تجيله؟ والله ممكن يتقابلوا في النص. اياد اللي عنده كلهم ولاد خالته. ممكن اعمل حركه زي شاكر. ايه ايه طب لما بيشتموا كانوا بيعملوا ايه؟ لما بيحصل اي شتيمه في اللايف دول كده عم هيقعدوا يتنططوا ويروحوا يجوا عشان الهدايا والفلوس والحاجات بتاعت دي. محتوى غير هادف بالمره يعني. وبعدين لما المتابعين بيبقوا فاضيين يعني ما عندهمش حاجه، قاعدين بيتفرجوا على ناس بيعملوا لايف وبيقولوا اي تفاهم. فاضيين كمان من جوه يعني مش دماغهم فاضيه. توم وجيري من جوه قاعد بيلعب. للاسف ما تظنش ان في حد عنده حياه قاعد بيتفرج على حاجه زي دي. لا مستحيل. لا لا لا, لا. ده انت؟ لا شبهك. ده شبهك يا عمر. انا بصراحه انت وانت نطيت على الكلمه دي كده. طب ما تلعب في الاهلي. الواسطه بقى رحت الاختبارات كذا مره وسقطت عشان هو ابن الكابتن تاخد. طب ما قلتليش ليه ساعتها يا عمر؟ ليك ناس في الاهلي؟ ده حبايبي كلهم اهلاويه. ايه انت عارف مين في الاهلي؟ اياد الموجي ولا ايه؟ الحركه دي انا اللي عملتها يعني. حركه حلوه. بص يعني اياد اللي عنده كلهم ولاد خالته. اتفضل يا عم. بص يا ساره امرتني ان انا اشوف الموبايل. معني راح تشافي علاقتك تستمر انت معي مشكلتك وراسك ورجع بحالك. اظن بعد الكلام ده انت ما تتكلمش بصراحه. اصول. شكرا. خلاص حسين راجل غلبان. مين اللي ضرب الكلب؟ صدام حسين. دي اسمها ساره. يا خساره. طب ليه المحتوى ده برضو مش فاهم انت بتعمله ليه برضو؟ ما عنديش حاجه في حياتي عم احمد. اعمل ايه طيب؟ ايه ترندات الشوكولاتات الكتيرة دي مش اللي هي عمالة بتتبان تطلع دي؟ اليومين دول؟ اي حاجة بينك والله اللي انا دايسة فيها. بصي بقى هاتي لسه شوكولاتة بينك، بيضة وبينك وسيحيهم وحطيهم على بعض وافضلي كده عكي 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 وبعد كده حطي هوبا احلى شوكليت. هي قالت اهلا شوكليت ايه؟ وهوبا أيوة دي. احلى شوكليت. هي طب يا زنزانه بينك. زنزانه بينك. ايوه يعني دي تقعد في الزنزانه بينك، كلبشات بينك بالظبط كده. لا صعب. امين شرطه لابس بينك. لا يعني ممكن تعمل قناه للطبخ تكون يعني ده مش ملوش علاقه بالطبخ، ده تزاوج. ايه قلم واحد ممكن يعمل لك الميك اب كله؟ شفتوا بقى شغلان عمالين يخترعوا حاجات تجنن. اموت انا في الحاجات اللي توفر دي. ممكن يعمل لك اشادو هايلايتر. وهي برضه منين دي بقى؟ هتلاقيها من دمنهور ولا محل. شعبيين يعني حكرة بدومة. هي تحس ان هي من تعرفش حكرة بدومة؟ لا انا مستغرب انك حددت المكان ده تحديدا. شكلها من رود الفرج. انت مركز معاها ليه يا عمر؟ يمكن خلاص اجيب لك حد غيرها. لو مش انا اللي هتكلم عن الفاشن مين اللي هيتكلم عن الفاشن؟ مين عم احمد؟ لو هي مش هتكلم عن الفاشن ممكن نتكلم عن الفاشن. زي حواس يعني ممكن يتكلم. اشمعنى زي هيتكلم في حاجه غير الاثار والتاريخ يعني. حاجه بس خلي بالك الفاشن في المصريين كان جميل يعني. كان زمان مودين. بس هو محتاج يتكلم عن الفاشن الجديد برضه، ما اتكلمش على التاريخ تاني. انا ايقونه في الفاشن. انا بهتم بلبسي في ابسط المشاوير وانا نازله السوبر ماركت وانا رايحه السايبر وانا بغير الانبوبه.
وهي بتغير الانبوبه. طب يعني دي شغلتها يعني. ايه؟ لا هي دي عندها، الجمله دي بقولها في كل الفيديوهات. دي بنت فقيره غلبانه عندها شركه كده وعملت فيها لاين كده بتاع مايوهات بوركيني. بدأته ب $400,000. منين بقى $400,000 منين؟ هم اغنياء، عيله اغنياء يعني. لا انا اسف اتكلمت عليهم يعني. دي شكلها من رود الفرج. دي ممكن دي عادي من حته كويسه، دي تلاقيها ساكنه في شارع فيصل الرئيسي. يا جدي ايه الاناقه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه المملك؟ قمر. لا ما اقدرش اقول عليه حاجه يعني. ليه يعني ضغط؟ ده لو عرف مكاني يعني راجل محترم جدا يعني. راجل محترم وذوق. طب استنى اوريك الراجل المحترم. استغفر الله العظيم. وانا اقول الاعلانات نازله علينا جامده قوي، الاعلانات نازله مش من شويه كده. ان سندوتش الفول اللي كان ب 3 جنيه بقى ب 7 جنيه. في سندوتش فول ب 7 جنيه. وشبه كمان الملك محمد بن سلمان. ابتسم. ممكن يطلع الدبلير بتاعه. ايوه كده. ايه محمد بن سلمان. والله شبهه. حط الصورتين جنب بعض. يعني ايه ساعده ده ممكن هو يعني الدبلير بتاعه، بس احسن من اللي بيعمله ده. وقف. ابتسم. ايوه كده، ايوه كده، ما تحرمناش من الابتسامه دي. ابتسم تاني. ايوه بقى، ويلا بقى، والجيبه ضيقه والصوصه معلقه. اوكي كفايه خلاص، ما تبتسمش بس كده. وده ليه متابعين وكده. ده الفيديو ده يا عم احمد جايب 778,000 لايكس. والله عموما هو برضه الموبايلات في اطفال كتير. يعني انا يعني عيال صغيرين قاعدين بيقلبوا. ستات كبيره. عموما يعني ده المفروض يتقفل التيك توك. التيك توك دلوقتي قفل، كل حاجه هتتحل ولو الدحيح اسلم. انت هتتريق عليه؟ لا جه في دماغي، بس تعرف ان هو ملحد. الحاجه بيني وبين ربنا الله اعلم يعني. ما عليك يا عم احمد. اقول لك عشان برضو ايه الايه بتاعت الممتحنه دي حلت كل حاجه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين تبروهم وتقسطوا اليهم. عن اللي ما بيقاتلكش في دينك ان شاء الله بيبغض النار. وجارك خش تسلم عليه، وجارك تحميه ان استجارك احد من المشركين فاجر. فلو جارك حتى بيبغض النار وجت عيد النار دي علبه كبريت. فكونك بقى تسمع واحد ملحد لا ديني حوارنا لا ديني ولا تغديني بجد people follow me everywhere. هي دي الخازع بقى يا جماعه. خازع ايه ده؟ رب شعره كذا بيقول ما دخلوش الجيش دول. لا اكيد خدوا تأجيل. يا جماعه اللي بجد بيئه، اللي هو بقى بيئه على ابوه، اللي هو بيئه كور. الناس اللي انت بتصاحب بتنقسم ميتوزيا فجاه، ولا لما انت عندك وان فريند واحد يبقى فجاه اتنين في البيت ماشيين زي العيال مع بعض في كل حته، وانت مجبر تخرج معاهم، لازم الاتنين مع بعض. انا مشكلتي مع الواد ده عم احمد ان هو مقتنع اقتناع تام ان هو سارة هاني. يعني هو حاسس من جواه ان هو من بره سارة هاني، الناس شايفاه سارة هاني. انا بحس ان انا كل ما بكبر كل ما بكسل اجيت ريدي اكتر. كل ما بتكبر بتكسل تجيت ريدي اكتر. دي برضو سارة في شكل البلاش اساسا، بس لازم اسيبها تنشف شويه. عقبال ما تنشف بعمل سيبها لحد ما تنشف. ده تاخد وقت بس عشان لسه. بتشبه تحس ان هو شبه سارة هاني. ممكن قرايب يعني مش ممكن فيهم ملامح من بعض شويه. ممكن يكونوا قرايب. ممكن يبقوا اخوات. ده عمر ده مش كده؟ ده انا ده عمر كاتو. عمر كاتو. طب كاتو دي معناها ايه برضه؟ مش معرفش والله. لا يعني ايه الفكره؟ والله ما اعرف. ومين اللي طلع عليك؟ صحاب اخويا. طب ايه كاتو يعني ايه؟ والله ما اعرف. من كتر ما بتقلدي البكري بقيت احسك زيهم. واو يا جماعه، انتوا فاكرين لما انا بيجيلي كومنتس زي كده انا بتضايق؟ انا بفرح جدا. يا بنتي انتي بتفرحي ليه؟ دول بيتنمروا عليكي، انت عبيطه. اصل ده معناه ان انا اديت مهمتي واتقنت الدور بشده لدرجه ان انتوا صدقتوا ان انا فعلا كده. الاوفر اللي انا فيه ده مشهد كوميدي.
ما ضحكتش انا يعني. انا نفسي اعرف بس البنات دي يعني ملاش اخ اب. هو فين بابا؟ اب خال عم. ايوه بس عم احمد عادي يعني، لابسه كويس وكل حاجه، ما قلعتش يعني. بس انا ما فهمتش، ما جابتش ضحك عموما يعني. هو انت عندك مشكله في ان حد في العيله ده لازم طبعا، لازم يبقى في راجل في العيله بيفهم في الكوميديا على الاقل. عايزين دلوقتي نقيم مين اكتر بنت كيوت في اللي احنا اتفرجنا عليه. والله الواد السعودي ده عاجبني قوي. انت اول واحد تاخد بالك ان هو شبه بن سلمان عامه. بس بيزعلش يعني. مش عايز يزعل يعني. لا مش هيزعل، انت بتقول ده احسن واحد يعني. لا ما يزعلش. المهم يا عم احمد كده الحمد لله الفيديو خلص. اتشرفت بيكم حبيبي يا عمر. والله يا عم احمد انت عسل. المره الجايه قول لي معنى كلمه كاتو. بالمناسبه يا جماعه عم احمد فنان، انت من عائله فنيه، وانا وهو زمان كنا عاملين كده سكتش مع بعض. ولو حد عايز فنان ممثل موهوب، عم احمد. مبسوط جدا يا عم احمد والله العظيم. حبيبي يا عمر. يعني يا ريت يا جماعه تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. يلا سلام. الصندوق ده ما في صندوق ده هديهولك ده بتاع جدي حضر. اوعى تفتحه، اوعى تفتحه.